بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله إحنا اتعرفنا الفيديو اللي فات على الأدوات اللي بتاعت الخياطة، وإن شاء الله هنبدأ سلسلة قص كده. هنبدأ إن شاء الله بالأطفال كده عشان الأطفال مفهومش تعقيدات ومفهومش حاجات، وإن شاء الله نعمله كذا موديل للأطفال، وبعدين إن شاء الله نعمله للكبار. إن شاء الله نعمل موديلات حلوة للأطفال، وإن شاء الله تعجبكم وتفهموا مني وتفهموا الشرح وتنفذوا كل الموديل اللي أنا بعمله. وبعد كده بقى هنخش على إيه؟ هنخش على الكبار بقى، وكده هنعمله حاجات كتيرة للكبار، وبإذن الله شرح يكون مبسط وتفهموا مني إن شاء الله. وأي حد فاهم مني كده يعمل لي لايك وشير عشان ابقى افهم ان انتوا فهمتوا مني، وان شاء الله ننزل لكم فيديوهات كتيرة باذن الله الايام القادمة ان شاء الله. ان شاء الله النهاردة هنعمله الموديل ده وهنشتغلوه مع بعض باذن الله. المرة اللي فاتت انا قلت بس ده ورق الزبدة، لا هو ده الكربون اللي احنا بنكربل بيه على القماش، وده ورق الزبدة اللي احنا بنشتغلوا بيه على باترونات. وان شاء الله هنبتدي بقى نعمله هناخدوا المقاسات دلوقتي ونعرفكم ازاي تاخدوا المقاسات، وازاي ان انتوا تعملوا تقسيمة المقاسات وتبدأوا ترسموا الباترون. هناخده بباترون الأطفال، هنقوله إيه؟ دوران. أول حاجة دوران الصدر 60 دي هيبقى عنده سنة كده، مش يعني 60 كده لسنة. هنقسمه على 4 هيبقى إيه؟ 15. هنزود عليه 2 سنتي يبقى 17. نزود 2 سنتي كده عشان يبقى مرح كده معاه ومش ضيق قوي عليه، عشان دول أطفال. يبقى هناخده دوران الصدر طلع 60 فرضا، يعني مش شرط 60، يعني كل طفل بيبقى غير التاني. فيها 15 ونزوده 2 بقى ايه؟ بقى 17. هنقوله طول الكتف. مش هنقوله طول الكتف، هناخده ال17 دي، ال17 هنقسموها على 2 هيبقى فيها 8.5. يبقى ال8.5 دي طول الكتف. هناخده طول الباط برضه، هناخده نفس ال17 هنشيل منها 2 هتبقى 15. يبقى ال15 دي طول الباط بتاع الطفل. هناخده حردة الباط، هناخده برضه ال17 تاني هنقسموها على 4 هيبقى فيها ايه؟ فيها ال4. بعد كده هناخده حردة الايه؟ حردة الرقبة. هناخده حردة الرقبة، هناخده ال4 دي هنزود عليها 1 هتبقى كام؟ 5. ال5 دي هتبقى حردة الرقبة. بعد كده في حاجة اسمها نزول الكتف. نزول الكتف هناخده ال5 هنشيل منهم 2 هتبقى 3. يبقى نزول الكتف ب3. احنا هنمشوا على الايه؟ على المثبتات دي. دلوقتي هناخده دوران الصدر الأطفال. هنيجوا ناخده المزورة كده، هناخده الدوران من تحت ايه؟ من تحت الباط بتاع الأطفال. هنجيبوا الحديدة كده وناخدوها ايه؟ ناخدوا كده المقاسات بتاعنا اللي احنا ايه؟ اللي احنا عايزينها. معلش ما عنديش عروسة كنت ايه مثلتلكوا عليها. هنطلع بقى زي المقاسات 60 زي اللي احنا ايه شفناه. فجينا على ربع الباترون طلع كام؟ 17. ادي 17 اهو، وهننزل بيه اهو كده. بس بعد كده هنيجوا قلنا عندنا حردة الباط. حردة الباط 4 سنتي اهي، ال4 سنتي هننزل بيها شوية كده. الباترون ده خلوه معاكم، واي موديل هيتعمل عليه الباترون ده، بس مع اختلاف المقاسات. مع اختلاف ايه؟ مع اختلاف المقاسات. هنيجوا على الخط اللي جوه مش اللي بره، وهننزل 3 سنتي اهو، ده نزول الكتف. هنيجوا الناحية التانية، احنا عندنا حردة الرقبة 5 سنتي، الخلفية بتبقى 1.5 سنتي للأطفال، والأمامية 5 سنتي برضه. فهنيجوا نوصله دي كده، دي الخلفية
وبعدين دي الأمامية. احنا عندنا طول الكتف كام؟ طول الكتف 8.5 اهو، 8.5 اهو، 8.5 اهو. هنعملهم بالايه؟ بالمسطرة اهو. وعندنا طول الباط 15 سنتي. هننزله من عند النزول كده 15 سنتي اهو. دي 4 سنتي، هنطلع تاني 4 سنتي عشان نعمل ايه؟ الدوران بتاع الباط. ده دوران الباط اهو. بعد كده هناخده طول الايه؟ طول الفستان اللي احنا عايزينه، ولنفترض مثلا اللي هو مثلا ايه؟ 30 سنتي، 30 سنتي اهو. او نزود شوية علشان ممكن ايه؟ ياخد الشكل. خليناه 35. طيب الموديل اللي معانا ده الطول اللي خدناه، ده 35. ده الطول اللي قبل الايه؟ اللي قبل الكورنيشة. هنيجوا نعمله بقى المربع اهي. المربع هناخدوها من هنا كده، وبعد كده هننزله من هنا من عند الكتف كده لتحت الرقبة كده بشوية اهي. هنخش شوية كده، هنخش حوالي 3 سنتي، 3 سنتي. هننزله كده شوية كده لحد تحت الرقبة، وبعد كده ايه؟ هنربعها اهي. طبعا هنا هيبقى فيه كورنيشة اهي. بس هنيجوا بقى نقصه، هنعمله امامي وخلفي. هنعمله ايه؟ امامي وخلفي. دلوقتي هنقصه بقى الباترون. هنقصه طبعا الحردة دي هنحردوه كده، وهنعمله المربع. ده بقى شكل باترون الفستان. طبعا لما هنيجوا نحطوه على القماش لازم هنوسعه. فانا ان شاء الله الفيديو الجاي باذن الله هنوريكم ازاي تحطوا على القماش، وازاي يوسع ازاي، وازاي نعمله الكورنيش. وده ان شاء الله انا بدأت بالصيفي ده، بس ان شاء الله الفيديوهات الجاية باذن الله هتبقى شتوي، وهتبقى للكبار وللصغيرين، يعني للاطفال وللكبار ان شاء الله. ولو عجبكم شرحي كده دعموني بقى وكده، واعملوا لي لايك وشير عشان ايه؟ تبدأ القناة تكبر بيكم. ولو حد عنده اي سؤال يبعت لي كومنت كده، وان شاء الله انا هرد عليه بإذن الله. وان شاء الله نلتقي في الفيديو القادم بإذن الله.